السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت الليمون المعصفر بطريقه سهله وبسيطه خالص، وحاجه كده جميله. طريقه هتعجبكم ان شاء الله، وهتعتمدوها على طول من جمالها. عملتها في دقايق يا جماعه، وحاجه كده زي الجاهزه بالظبط. ما شاء الله تحفه. ممكن بقى يجي معاكي بسرعه، يعني ممكن تفتحي عليه بعد شهر بالظبط. هتلاقيه زبده ما شاء الله تحفه. شوفوا الجمال. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة بقى، انا معايا 3 كيلو من الليمون اللي زي ده. جايبة الحباية الكبيرة اللي شكل دي يا جماعة، غسلته الاول وبعد كده جبت السكينة وبدأت اللي انا افتحه كده بالشكل ده. فتحته كده 4/4 بالشكل ده. احنا بنفتحه الاول قبل ما نسلقه عشان خاطر ما يعذبناش في بعد، يعني ايه، بعد ما بيتسلق. بالشكل ده عملتها بالطريقة دي. عملت كل الكمية بنفس الطريقة. فتحت كله بالطريقة دي. وهاجي بقى على المية بقى اللي هي نزلت منه العصارة بتاعته، مش هنرميها يا جماعة، احنا هناخدها عشان هنحطها في المحلول بتاعنا. حطيت حلة بقى نصها مية على النار، وسبتها لحد ما غلت تماما. بعد كده بقى نزلت بالليمون بتاعي بالشكل ده. لازم ان المية تبقى مغطية الليمون. نزلته كله كده بالشكل ده، وهسيبه بقى يغلي غلوتين كده. احنا مش عايزينه يتسلق قوي يعني بالدرجه، يعني لو انت عايزه مستعجله عليه بتديله سوا شويه، يعني بتسيبيه يستوى شويه، او عايزه بقى تغيبيه شويه لرمضان بتطلعيه على طول، يعني غلوتين كده وتطلعي. اما تتك عليها كده تحسي ان هي استوت في ايديك، تبقى خلاص هي كده ايه تمام. بناخده بقى بنصفيه عشان احنا هنحتفظ بالميه. احنا هناخد الميه بتاعتها بتاعت الليمون دي، مش هنرميها يا جماعه، احنا هنخلل بها الليمون. هنسيبها بقى تبرد تماما، والليمون برضو يتصفى ويبرد تماما على ما نجهز الخلطه بتاعتنا. جبت بقى معايا عصفر ومعايا حبه البركه، نزلت بيهم كده الاتنين وخلطتهم على بعض في بوله. هركنهم على جنب كده. خلاص خلصنا الحشوه بتاعتنا. هنيجي بقى على الفلفل بتاعنا. جه معايا فلفل رومي احمر، ومعايا برضو حامي. الحامي ده اختياري يا جماعه، لو ما انتوش عايزين تحطوا حامي خلاص براحتكم انتوا. خدتهم كده وجبت الكبه بتاعتي، وبدات اللي انا احط فيها بقى كل الفلفل ده، وهبدا بقى اللي انا افرمهم. ومعايا بقى كوبايه من الملح. احنا هنحط كوبايه ونص لل3 كيلو. ال2 كيلو لهم كوبايه من المج، كوبايه واحده. فانا هحط كوبايه ونص عشان انا معايا 3 كيلو. هفرمهم حلو كده، وحطيت حوالي عن كبشتين كده من الميه بتاعه سليق الليمون، حطيتها كده معاهم وفرمتهم حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجبت بقى البوله بتاعتي ونزلت بيها. حطيت النص كوبايه الملح التانية. يبقى احنا حاطين على 3 كيلو كوبايه ونص من الملح، يبقى ال2 كيلو كوبايه واحده من الملح. نزلت بيها. هنزود بقى حوالي عن شوية من المية بتاعت السلق كده. هنكمل بيهم كده على اللي احنا ضربناهم. زودتهم وخدت المية بقى العصير بتاع الليمون اللي احنا واحنا بنفتحه اللي نزل منه، يعني حطيته على المية. وبعد كده بقى جبت الليمون بتاعي بقى بعد ما برد تماما، بدأت اللي انا احشيه بالطريقة دي، وانزل بقى احطه في البرطمانة بتاعتي. على فكرة انا غيرت البرطمانة لان البرطمانة كانت كبيرة شوية. لقيتها يعني ايه كبيرة قوي عن الليمون، فخدت جبت بقى البرطمانة الصغيرة حطيت فيها. انا كنت فاكرة اللي هي هتملي البرطمانة دي، بس طلعت كبيرة قوي. حشيت كل الكمية بنفس الطريقة كده. جبت بقى المية بتاعتي اللي انا عملتها، فضيت على البرطمانة بتاعتي كده. المحلول بتاعي اللي احنا عملناه نزلت كده على البرطمانة بتاعتي، وخدت الكمية بتاعتها. على فكرة اللي هيفيض ده، انا عندي تاني ليمون، هبدأ بقى اللي انا اخلله تاني بشوية المحلول اللي فايضين. جبت كيس بقى وضغطت عليه البرطمانة كده، وقفلت حلو وحبكت حلو عشان ما يدخلش اي هوا خالص. كده معايا جاهز. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.